حربنا ليست مع هؤلاء، هم أصغر من أن نحاربهم. نحن نحارب أسيادهم وكبيرهم الذي علمهم السحر، ولا نحارب هؤلاء وهم أصغر من هذا لكي نحاربهم. إذا ما أرادوا أن يبقوا في هذه المنطقة كدول طبيعية عادية أشقاء، نحن كذلك نريد هذا الشقاء لا أن يكونوا أشقاء. أما إذا كانوا يريدون أن يكونوا ثم تسألني لماذا تتحالف دول الخليج مع أمريكا؟ ثم تسألني لماذا تتحالف دول الخليج مع أمريكا؟ تتحالف مع أمريكا بهذا المنطق الذي تتحدث به الآن. هم أصغر من أن نحاربهم، منطق الاستعلاء على دول الجوار. ليس هناك منطق لاحترام دول الجوار والتعامل بالحسنى مع دول الجوار. لماذا يتحالفون مع أمريكا ونحن لم نشكل يوما خطرا عليهم؟ 47 سنة لم نطلق رصاصة واحدة عليهم، لكن كنا نقول لهم بأن الوجود الأمريكي والتحالف مع الإسرائيلي هذا كله لكن هذا حقهم أتنكر عليهم حقهم السيادي في التحالف وضمان أمنهم؟ حق لنا أن ندافع عن أنفسنا؟ أليس هذا حقا لهم؟ 47 سنة نحن ندافع عن أنفسنا. أليس هذا من حقهم أن يتحالفوا مع من يشاء؟ طيب يتحالفوا مع من يشاء، وآنذاك سيكون التحالفات هي التي ستدفع الثمن. هم يتحالفون مع الإسرائيلي ويدفعون الثمن. لا، هم لم يتحالفوا مع الإسرائيلي. من قال لك بأن دول الخليج متحالفة مع الإسرائيلي؟ أستاذي، الإسرائيلي يسرح ويمرح في الخليج، في الإمارات، البحرين. أصلا البحرين باتت إسرائيل الصغيرة، والإمارات باتت إسرائيل الصغيرة في المنطقة، والتحالفات الاستراتيجية فيما بينهم، دعمهم للضرب في لبنان وفي غزة كله بأموال خليجية. من أين أتت إسرائيل بكل هذه الأموال؟ طيب. والدعم السياسي والغطاء السياسي، هؤلاء هم الذين وفروا كل هذا الدعم. أستاذ عبد الله الجندي يريد أن يرد على ما تفضلت به باختصار شديد. هذا الثمن.